ازاي تقلل وتحافظ على حراره اللابتوب بتاعك بخطوات سهله وبسيطه. اول حاجه اوعى تحط الجهاز على حجرك وانت شغال او تحطه على السرير، دايما حطه على سطح مستوي زي المكتب دوت مثلا، لان انت ببساطه لما بتحطه على السرير او بتحط تحتيه اي ملايه او حاجه قماش، ببساطه انت كده بتسد فتحات التهويه اللي بتكون موجوده تحت اي لابتوب، ودي الفتحات اللي اللابتوب بيشفط منها الهواء السائع من بره. تاني خطوه، نظف دايما اللابتوب بتاعك باستمرار، يفضل لو كان كل اسبوعين او اقل لو انت قاعد في مكان بيدخل له تراب كتير، وهعمل فيديو تاني بشرح فيه ازاي تنظف اللابتوب بتاعك. ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو دوت اول ما ينزل. تالت خطوه بعد كده، لو حراره اللابتوب بتاعك بتعلى فوق المعتاد وعايز تقللها، ممكن انت يا اما تجيب له كولر يتحط تحتيه، واللي معظم الانواع بتاعه ما تبقاش احسن حاجه الا نوع واحد اللي انا جربته وكان كويس، وهو الجيجا ماكس الاس 18 بلس، كان كويس جدا وقلل لي ساعتها حوالي 5 درجات من حراره اللابتوب. او لو انت مش عايز تدفع اي فلوس خالص، فببساطه انت ممكن ترفع الجهاز حاجه بسيطه كده وتجيب الشاحن بتاع اللاب تحطه تحت اللاب من هنا وتحط عليه الجهاز، وما تقلقش ما فيهاش اي خطوره سواء على اللاب او على الشاحن، وده هيحافظ لك جدا على درجات الحراره. مجرد بس ما بترفع اللاب عن سطح المكتب، ده بيسمح بدخول هواء اكتر لللاب وبالتالي تبريد احسن. ورابع واهم خطوه طبعا هي ان لو اللابتوب عندك بيعمل ثيرمال ثروتلينج او بيوصل لدرجات حراره اعلى بكتير من اللي اي لابتوب في العادي يستحملها، فالافضل ان انت تحاول تقلل الضغط على المعالج، سواء كان ببرامج على الويندوز او كان باوبشنات من البايوس اللي بتنزل في بعض اللابات، ان انت تقلل شويه من الاداء بتاع المعالج بحيث ان الاستهلاك بتاعه يقل وبالتالي الحراره بتاعته هي كمان تقل.